سلام البنات، اليوم راني رجعت لكم بوصفه جديده، وصفه صيفيه بامتياز توالم سخانه تاع هاد الايام. وصفه بسيطه وسهله، خاصه لمحبي الوصفات والاكلات السريعه. توجد ثمثم بمكونات بسيطه، والبنه ما نحكي لكمش. كما راكم تشوفوا البنه راهي تكتر من الفيديو. تابعوا الفيديو للاخير، ولاول مره تزور قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس ليصلها كل جديد، ومشاهده ممتعه. لهذا الوصفه راح نحتاجو كميه من البطاطا، تغسلوها مليح، سورتو اذا كانت هذيك اللي قشرتها رقيقه حكوها مليح، واذا كانت قشرتها خشينه قشروها. انا لهنا ما قشرتهاش، جست حكيتها. راح نحتاجو الكميه من التوابل اللي هما فلفل الكحل، كزبره، فلفل احمر، توابل تاع الدجاج، ودرت لهنا ثوم وبصله، مرحيين مي مش بودر. راه نحتاجو ثاني فصوص تاع الثوم، نقصهم غير بالموس، يعني ما تربيوهمش، من الافضل تخليهم هكا شويه كبار. ديروا ورقه تاع رند وشويه تاع الزعتره واي اعشاب عطريه متوفرين عندكم. نقص البطاطا بهذا الشكل، بهذا الحجم، نحطها في بلا، ونحط عليها كميه تاع التوابل. نزيد لها ثاني شويه تاع كمون، ما تكثروش بزاف، كميه تاع الثوم، الزعتره والرند، ونضيف لها الملح، ملحوها مليح، ونزيد لها كميه تاع الزيت، يعني حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت حتى ل3. نخلط كل شيء مع بعضها، ندخل هذوك لي زيبيس مليح في البطاطا، نغطيها بابي الومنيوم ونحطها في الفرن. راهي ما تديش خاص الوقت في الفرن، جوست يعني تكملوا تخدموا الدجاج تاعكم، جبدوها راح تلقاوها صاي طابت. عندي لهنا صدر تاع الدجاج، ديروا نتوما الكميه اللي متوفره عندكم، ربع صدر، نص صدر، على حساب الامكانيات تاعكم. المهم كثروا البطاطا، يعني صدر غير باش يزيد البنه في هذا الوصفه. تقدروا تستعملوا في هذه الوصفه غير البطاطا، تجي بزاف بنينه، خاصه الاولاد راح تعجبهم بزاف. نقص هكا صدر دجاج، انا لهنا استعملت نص صدر دجاج، قصيته هكا بهذه الطريقه مربعات، ما هم كبار بزاف ما هم صغار، باه يطيبوا فم ويقعدوا حاكمين رواحهم. كي نقصو نحطو في ريسيبيون، ونديرو نفس التوابل اللي تبلت بهم البطاطا. بغيتو تضيفوا عليهم توابل واحده اخرى نضيفوا عادي. نزيد سنه تاع الثوم، الزعتره والرند، وما تنساوش تزيدوا 2 مغارف صغار ولا مغرفه كبيره تاع الحليب والملح. الحليب هو اللي راح يخليه بعد ما يطيب ما يجيش شايح من الداخل، يجي مبلول. زيدوا ثاني مغرفه كبيره تاع ماكله تاع الزيت، وثاني مغرفه تاع خل، ولا نص مغرفه تاع مطارد، يعني نص مغرفه تكون صغيره، مي الخل تكون مغرفه كما راكم تشوفوا متوسطه، ما هي صغيره ما هي كبيره. نخلط المكونات مليح ونخليهم يتحطوا مع بعض حوالي 10 دقائق، ومن بعد نطيبهم. في هذا الوقت راح نلقى البطاطا تاعي طابت. نحي لها الالومنيوم ونمسحها من الفوق بشويه تاع المارغرين ولا بالزبده، بغيتو ديروا المارغرين وحدها ولا تربيو فيها سنه تاع ثوم، ونحطها في الفور نشعلها غير من الفوق باه تدي تحميره من الفوق، هذا مكان. اذا كان بغيتو ديروا نفس هذا البلا مي ما ديروش في الفرن، تقدروا تفوروا البطاطا وحدها غير مع شويه تاع ملح، ومن بعد تنحيوها تبلوها بنفس التتبيله اللي درتها لها، وتحطوها تتحمر في مقله مع شويه تاع خليط من الزيت والمارغرين ولا الزبده. هاي البطاطا تاعي بعد ما تحمرت تقدروا تاكلوها هكا، ولا تربيو عليها شويه تاع فرماج، كيما تقدروا تحطوها مع الحوت ولا دجاج روطي. راح نكمل الطبق تاعي في مقله، نحط كميه من المارغرين، نخليها تسخن بيا، ونفرغ عليها هذاك الدجاج بيه بالتتبيله تاعو، ونخليه يطيب حتى يتبدل اللون تاعو.
باه يطيب الدجاج تاعكم مليح ويجيكم بنين وما يجيش ناشف من الداخل، ما تحركوهش حتى يطيب من التحت. يعني كي تحطوا الدجاج تاعكم يطيب خليوه حتى ينشف الماء تاعو، وتشوفوا هكا على لي كوتي تاع الدجاج بدا يحمر ولا بدا يتبدل اللون تاعو، هذيك الساعه وقلبوه. مش جست تحطوه تبداو تقلبوا فيه هكا، راح يطلق في الماء تاعو حتى يجيكم بزاف ناشف. مام كميه الحليب اللي زدناها راح تخليه يكون طري من الداخل ويجي مبلول، يعني ما يجيش ناشف. بعد ما طاب الدجاج تاعي راح نضيف له كميه تاع البطاطا، ما تخليوش الدجاج يطيب حتى يتحرقوا لي زيبيس اللي فيه، يعني جوست يحمر. نزيد هذيك الكميه تاع البطاطا. قاعد راح نكمل نطيب البطاطا مع هذاك الدجاج، مش نطيبهم يعني في زوج راهم طيبين، نكمل نحمرهم مع بعض. بعد ما يتحمر الدجاج مع البطاطا، يعني تكمل تحمر مليح في المقله بهذا الشكل، راح نربي عليهم فرماج. ديما تقسيوني شويه نوعيه الفرماج اللي نستعمله. انا نخدم بالكريال والروج، في هذه الوصفه خدمت بفرماج كريال. نطفي النار ومن بعد نحط الفرماج ونغطي عليه هكا باش نخلي الفرماج يذوب. هاو البلا تاعي بعد ما وجد جا بزاف بنين. الولاد ثاني عجبهم بزاف. كانت هذه وصفتي لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتنجحوا فيها. الى اللقاء في وصفات مقبله من وصفات ام اريج.